صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل البغاشة، هنعمل الفطاير، حاجه كده متتخيلهاش، مش تتوقعيش ان دي بس بشويه دقيق وميه كده. هنعمل النهارده بجد 4 فطاير حلوين جدا جدا، مش قادره اقول لكم مورقين ازاي. عايزه تاكليهم حادقين مفيش مشكله، شغالين معاك حلوين زي ما انا عملت كده مفيش اي مشكله. تعالوا نقطع واحده كده يا جماعه ونشوف قد ايه حلوه من جوه. بصوا يا جماعه، فطير مشلتت فعلا، عايزه تاكليه كده، هو بديل الفطير المشلتت. بصوا الجمال ما شاء الله، مقاديرنا سهله وبسيطه جدا. اول حاجه يا جماعه، انا معايا كوبايتين دقيق، بس انا حطيت في الطبق كوبايه ونص بس، تمام. عليهم معلقه سكر كده حلوه كبيره ماشي، وعليهم رشه من الملح، والميه طبعا على حسب العجين معاكي ما يلم. انا حطيت كوبايه ونص من الميه، وهشوف مثلا لو انا حطيت ميه زياده ولا حاجه هحط الكوبايه التانيه شويه بشويه. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، انا حطيت كوبايه من الميه ماشي، بس انا حسيت طبعا ان العجينه بتاعتي، بصوا يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده بتلزق قوي، فهي كده طريه محتاجه دقيق. هحط لها بقى الدقيق اللي معايا ده شويه بشويه على حسب ما تلم العجينه معايا. اهم حاجه ان العجينه بتاعتك ما تبقاش يابسه قوي وما تبقاش طريه قوي، تبقى مظبوطه. اعجني فيها كده تقريبا، خدت في العجين تبقى مظبوطه قوي لو عجنتها 5 دقايق. وطبعا لو كترت تبقى حلوه جدا، لان هي ما فيهاش خميره، هتتفرد معاكي وهتخمر معاكي. هي مش هتخمر طبعا، بس هتتفرد وتبقى كويسه جدا من العجين بتاعك. لو وصلت معايا لغايه هنا وما حطيتيش اللايك، يا ريت تحط له اللايك. اول ما خلاص بدات ان هي تبقى حلوه كده، بصوا يا جماعه هي لسه بتلزق، بس انا مش هحط لها دقيق تاني ماشي. نطره زيت كده اهوت، وهفضل الم العجينه بتاعتي كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده ماشي. مش مشكله خالص، انت لو مسكتها بايدك التانيه الناشفه هتلاقيها ما بتلزقش ولا حاجه، يبقى كده العجينه بتاعتك مظبوطه جدا جدا ماشي. خلاص اللهم بارك، شايفين هي طريه ازاي عشان تبقى سهله معاكي في الفرد ماشي. هقطعها كده ل4 كور. انا عايزه اقول لكم ان ما شاء الله انا عملت الوصفه دي وخلصتها، وبعد ما خلصتها وكلناها والله العظيم حصل، نزلت تاني جبت نص كيلو من الدقيق وعملناها تاني. مش قادره اقول لكم بجد هي قد ايه سهله وطعمها حلو جدا. تنفع كده بقى في ليل الشتاء اللي احنا فيه ده، اللي طول ما انت قاعده تحت البطانيه كده عايزه تاكلي حاجه حلوه شغاله معاكي، وتنفع حادق مفيش اي مشكله، مش هتقولك لا خالص. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، هسيبها بقى تستريح اهم حاجه 10 دقايق تمام كده. معايا بقى نص كوبايه من السكر العادي، ضربتهم في المطحنه كده بقى عندي سكر بودره، اجمل سكر بودره ممكن تتخيليه. خلاص يا جماعه العجينه استريحت معايا وبقت زي الفل. نطره زيت على الرخامه بتاعتك عشان ما تلزقش منك، وتفردي بايدك كده اهوت. بصوا بقى التركايه الحلوه قوي دي، انت تفرديها بس نص فرده كده وتركنيها، وتفردي التانيه وتركنيها. عايزه اقول لك ان بتسهل عليكي عمليه الفرد جدا، وبتبقى حلوه. كل ما العجينه بتاعتك بتستريح بتتفرد معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. اللهم بارك كده. انا هخلص ال4 اللي معايا بنفس الشكل كده. انا عايزه اقول لك ان انا قاعده كده لوحدي اصلا ماشي، ومكه تعبانه يا عيني، وادم كان في الدرس، فانا قلت ايه، انا هدي الحبيبه كده واحده وهاكل انا التلاته. بسم الله ما شاء الله، مش للحسابين، انا عمري ما حسبت الحاجه حاجه ومشيت زي ما انا عايزه اقول لكم ان عجبتهم جدا ماشي. قمت طبعا زي ما قلت لكم اشتريت دقيق تاني وعملت تاني، بجد حلوه جدا جدا. هجيب بقى اول واحده اشتغلت فيها زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وما بتحتاجش نشابه ولا حاجه ماشي. هفردها كويس جدا، لو اتقطعت منك ما تقلقيش خالص، كل ده هيتعالج. يمين بقى كده اهوت وشمال هطبقها زي ما انتوا شايفين كده. ده بقى سر التوريقه بتاعتنا، لما تطبقيها كده يبقى انت كده ورقتيها بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده اهوت. اللهم بارك. هخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الشكل كده، وبعد ما اخلصها يا جماعه انا مش هريحها بقى بعد الخطوه الثانيه. هجيب بس اول واحده كده انا اشتغلت بيها زي ما انتوا شايفين، وهنبدا بقى ان احنا ايه، يا دوبك انت هتضغطي عليها كده هتتفرد معاكي بكل سهوله. بس انا قلت خلاص انا هجيب النشابه وافردها فرده خفيفه كده، بس على فكره بالايد بتتفرد وبتبقى حلوه جدا جدا ماشي. وتركايه تانية بتبقى حلوه قوي معاكي يا ست الكل، اللي هي ايه بقى، وانت بتسويها زودي الزيت شويه، ما تزوديش كتير ماشي، بس خلي الزيت يكون في الطاسه كده شويه حلوين. عايزه اقول لك ان لما الزيت بتاعها بيبقى شويه حلوين زي ما انتوا شايفين كده، بصوا هي الكميه مش كبيره، بس بعد ما بتشيلي كل واحده وواحده بتحط شويه الزيت دول عشان تطلع معاكي مورقه كده وهتتنفخ ما شاء الله. انت هتشوفيها دلوقتي اكن فيها خميره بالظبط، هتنفخ كده اكني بعمل عيش. بصوا الجمال كده كده يعني ايه، هي بتقولك ان انا مورقه من جوه وخفيفه كده وهشه. بصوا الجمال اللهم بارك، ما بتاخدش حاجه خالص في النار، خلي بالك منها جدا، لان فعلا ما بتاخدش من دقيقه لدقيقه ونص ولا حاجه وبتبقى زي الفل. شايفين يا جماعه بترفع ازاي من النص ده فعلا هي كده هتطلع مورقه معاكي من جوه، هتبقى حلوه جدا جدا. فطير مشلتت بقى بكل سهوله وبكل حركاته. بص الجمال، مفيش حاجه ولا اسهل ولا اجمل من كده، ومن غير فرن ومن غير اي حاجه.
زي ما انتوا شايفين. اول ما تبدا اللون اللي هو البني الفاتح شويه ده هبدا ان انا اطلعه. بصوا يا جماعه انا خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بصوا اللون حلو قوي وشكلها كمان حلو يفتح النفس بصراحه كده. بصوا الجمال. تعالي بقى كده اوريكي قد ايه مورقه وحلوه قوي. بصوا الطبقات لا بجد في حته تانية خالص. للدلع والحركات بقى ماشي. انا مش هاكلها كده بس انا عايزه اقولك ان هي لو كلتيها كده بجبنه قديمه هتبقى حلوه جدا. شويه بقى سكر كده في المصفى ماشي عشان تعرفوا توزعوهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده اهوت ماشي. وانا كنت مسيحه شوكولاته كام مكعب شوكولاته كده قمت مسيحاهم في بق لبن زي ما انتوا شايفين وحطيتهم على الوش. ولسه كمان كان عندي برده شويه لبن كده قمت حاطه ما بين كل واحده وواحده كده معلقه. عايزه اقول لكم اني خليتها تبقى طريه كده وجوسي معاكي كده بجد. خلت طعمها في حته تانية خالص. وطبعا مش شرط ان انت تاكليها كده انت بس ممكن تحطي سكر بودره وبألف هنا وشفا.